يعني بالبداية أنا ممرضة، فقبل ما يعني تعمرت هذا المستشفى أنا كنت موجودة مع السيد مرتضى، والله يطول بعمره ويخليه في صحته وعافيته. هذه الفكرة لما نزلت أنا رأساً انتبهت إنه مثلاً هذه مستشفى خيرية بس كمان إلى أساس بمرض القلب، وأنا اختصاصي في جراحة القلب. فلما شفت إنه رح يبدو مستشفى هاكي أنا قلت لنفسي وبكربلاء ممكن أنا أشوف إذا الله سبحانه وتعالى عطاني القوة كيف أنا في بس لو ساعدت شوي إنه شوفي أنا أقدم. فبالنسبة للممرضات أنا لاحظت هون بالمستشفى يعني الكواليتي كثير 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 عالية كثير، يعني أشبه هذا المستشفى لأي كان مستشفى بأمريكا على الممرضات، وهن لحتى لي هن يستفيدوا كمان، مش بس إنه المستشفى تستفيد منهم، لا هن كمان يستفيدوا ويعرفوا إنه في مستشفى بكربلاء بهذه يعني المقام الأعلى بالنسبة للطب والميديسن، ويعني إنه كيف نداري المريض. فهن راح يتعلموا، راح يشوفوا، راح نفحص الوضع هون، وبالآخر أخيراً للممرضات راح نعمل برنامج كل سنة تستمر. يعني ممكن نشوف جمعة مثل ما نسوي بأمريكا، جمعة خاصة للممرضات ياخدوا تمرين ويجددوا الانفورميشن اللي نعطيهم إياها. بس ما شاء الله إنه يعني هذه بداية إنه الصورة أكبر من هاللي عم نقدمه.